كيف كانت المنتخبات العربية في كأس إفريقيا؟ أولا، المنتخب الجزائري كان رائعا من جانب اللاعبين في الروح الجماعية والتنافسية، في الاندفاع الهجومي والاسترجاع الدفاعي، وكارثي من جانب المدرب في المراقبة والمتابعة البدنية، في التعامل مع النقائص والسلبيات بسطحية، وفي اتخاذ القرارات المناسبة في المناصب والأوقات المناسبة. خرج المنتخب الجزائري من كأس إفريقيا بمكسبين: النزعة الهجومية القوية واللاعب عادل بولبينا. ثانيا، المنتخب المغربي كان رائعا في الأداء الجماعي عموما، النزعة الهجومية خصوصا، وفي حارسه ياسين بونو. كاد المنتخب أن يصل إلى التتويج باللقب لولا محاولة إخراج لاعبيه من التركيز بعد عودتهم بقوة في الشوط الثاني. ثالثا، المنتخب المصري كان أقوى المنتخبات صناعة محلية بلاعبين من إنجاب البطولة المصرية، استطاعوا أن يقتحموا المربع الذهبي وكادوا أن يذهبوا بعيدا في المنافسة لولا ضعف المدرب في المتابعة، ارتباكه في القرارات وفي الاختيارات من مقابلة إلى أخرى، وتركيزه أكثر على الدفاع، أو كما اعتبره الجزائري رفيق حليش: إفراط في الدفاع على حساب الهجوم. رابعا، المنتخب التونسي كان رائعا هو أيضا في لاعبيه وكارثيا في مدربه، المنتخب الوحيد الذي استطاع أن يخترق الدفاع النيجيري بهدفين كاملين، لكن وللأسف الشديد في كل مناسبة إفريقية يسقط في عقدة المنتخب المالي. خامسا، المنتخب النيجيري أثبت برهن وبين وبكل الأفعال الأخرى أنه أقوى قوة ضاربة في الإقليم في الهجوم وفي الدفاع، وأنه هو بطل إفريقيا الافتراضي الذي تفتقده فعلا كأس العالم القادمة باعتراف واتفاق الجميع. في الأخير، نتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق الوطني الجزائري في المناسبات الكروية القادمة.